ستيشن ده، هو انا جد او اب عندي اطفال، انا جاي النادي ليه؟ عشان اطفال. ما انا ممكن اقعد على قهوه، ما ممكن السيده الفاضله تبقى مع صحباتها ولا مع اسرتها، اختها، اخوها، عيلتها يعني. انما كله جاي عشان الطفل ده يبقى عنده بلاي ستيشن مجاني، تنس، سباحه، كوره. كلنا كده بنيجي عشان كده. ايه البلاي ستيشن ده؟ ده عيل من لجان بيبو. انا نفسي حد في اللي طبعا احترامنا الجمهور الاهلي العظيم، نفسي حد يقول لي هو شاف الجول بتاع الاهلي لما دخل اول مره في نادي الوداد؟ حد شافه؟ احنا فوجئنا ناس بتصور. طب وليه انت مش عايز توريه لنا يا ها؟ طب بتشوفه ازاي؟ هو انت فاكر الفعال هو اللي جابه؟ لا. فاللجان دي عماله تقل ادابها، وبلاي ستيشن والحاجه مش عارف ايه، وانتم مفلسين. على الاقل ما خدناش من تركي الشيخ 228 مليون جنيه نعمل نادي وخدنا لنفسينا. هنا الشرف وهنا الامانه. وكون البلاغ بتاع تركي الشيخ اتحفظ، ده لو واحد فيكم يا جماعه شتم واحد او ضرب واحد بالقلم، واحد بسيط، بيتسال في الاسم والنيابه. لم يسال محمود الخطيب لا في اسم ولا في نيابه في البلاغ ده. انما احنا اللي بنتسال، واحنا اللي بنتحبس، واحنا اللي بنتعزل. فبلاش قله ادب، عشان ايه؟ الرد سهل عليكم. تاني، الرد سهل. وخلينا محترمين هذا الكيان اللي انا دايما بقول جماهير الاهلي المحترمه فوق دماغنا، زي جماهير الزمالك بالظبط. شجع فريقك كما تشاء، انما 10 12 عيل، الواد ابو راسين والواد اللي بيريل ده والعيال السفنه دول، هتقل ادبك هنجيب الواد الكبير بتاعك. حمامات السباحه مفيش جنيه نجيب كلور، فهيخضر في بكتيريا. كل ده بسبب مين؟ ان محجوز على 100 مليون جنيه في بنك ومش عارفين نجيب بقيه الفلوس، ندخل اي جنيه. فالحمد لله، الشكر لربنا والاعضاء والعضوات، هذا التدفق الغير مسبوق ده عشمي في الاعضاء والعضوات، لان ده جماهيره اعظم جماهير في التاريخ، واعضائه اعظم اعضاء في التاريخ. في خلال اسبوع ملايين بقت في النادي. الناس كلها رضت. النهارده خلصنا عقد سيف الجزيري. سيف جعفر كان موجود معايا، جاي بكره يمضي ان شاء الله خلاص. ما هو مش انت مش عامل تعاقدات عشان الاهلي تقل ادبها الا كان عندك فلوس. المسكوسي عقده خلص. اخ احمد عادل وفتاح واحمد مرتضى جايبين لاعب سله ممتاز وفك. فبلاش تكتب رايك السلبي وانت في نادي الزمالك عشان نعيب. الاخ بس اللي رجله في وشنا، احنا محتاجين كل الناس. ايوه، اول حاجه انا بشكر اعضاء وعضوات الجمعيه العموميه المحترمين. تاني، المحترمين اللي النادي الخميس اللي فات الصبح ما كانش فيه جنيه. تاني، ما كانش فيه جنيه. بعد اذنك يا هانم. ايوه حضرتك اقعدي كويس. ايوه حضرتك. صحيح انا نظري ضعيف بس بشوف الحاجات اللي انت لسه تحت التمرين. امال لما تبقي مراسله جامده هتعملي فينا ايه؟ اعضاء وعضوات الجمعيه العموميه اثبتوا للدنيا كلها انهم ناس محترمين ومحترمات. بمجرد ما قلت لهم الخميس اللي فات ظروف النادي الماليه، ملايين تدفقت في خزينه النادي. تاني، فلوس كنتم الاعضاء والعضوات، واحنا عملنا مبادرتين او 3
المبادرة الأولى مع السيد وزير المالية، مشكورا استجاب فورا وشكل لجنة وشكلنا لجنة لرفع الحجز. المبادرة الثانية مع اتحاد الكورة عشان نشوف ايه المديونية ونعمل اتفاقية عشان ما يبقاش علينا فلوس. يوم الأحد ان شاء الله هنمضي مع اتحاد الكورة، يبقى خلصنا مشكلة اتحاد الكورة. المبادرة الثالثة مع ممدوح عباس رافض يرفع الحجز، وبقول للدولة ده متساب ليه؟ ده احنا المبادرة باختصار شديد كانت كلمتين، انت ليك فلوس؟ طيب هنعمل لجنة، مدير المالي بتاعك، الولد بتاع الشؤون القانونية بتاعك، مدير المالي بتاعنا، الشؤون القانونية بتاعتنا، وناس من وزارة الشباب محترمين ومن الرقابة الإدارية وجهاز مركزي للمحاسبات. ورينا ورقك يا ممدوح. اهو. طب الفلوس دي احنا سددناها، فين ورقك يا زمالك؟ اهو. مش انا، ده زمالك، لانه ملوش حاجه، رافض ومصمم يكمل هو وابنه ايمن الحجز على فلوسكم. واقسم بالله العظيم انه خد الفلوس دي قبل كده اكتر من مره. فالدوله استجابت، اتحاد الكوره استجاب، لكن ده دوله داخل الدوله. تاني، ممدوح عباس عامل دوله داخل الدوله. مش انت ليك فلوس يا عم؟ تعال عشان تاخدها. طب تاخدها ازاي؟ بالورق. طلع لي القضا بالقصه دي. ما تدخلناش في صدام مع قضاة مصر العظام. من فضلك. الموضوع سهل جدا، انا ليه 10 قروش بجيب ورقها. حضرتك بتقول لك سددت، وريني ورقك. هي دي مفاهي مش كيمياء. وترفع الحجز. عشان المشكله مش في ال 100 مليون جنيه اللي جوه البنك. المشكله ان احنا مش عارفين ندخل جنيه. يعني احنا لينا فلوس مصطفى فتحي، لينا الفلوس بتاع سيف الجزيره، ولينا فلوس بتاع البطوله الافريقيه اللي احنا دخلنا فيها، مش عارفين ندخلها. هو ده مين يا جماعه؟ ومسلط شويه عيال. انا حسين لبيب، النادي مخطوف. يعني الجمعيه الحكوميه دي هي اللي خاطفه النادي؟ سبحان الله. يا عم قلنا لك 100 مره انزل الانتخابات، تعال ورينا نفسك. انا اول مره اشوف واحد مأجر اوضه مفروشه في عماره ومأجر لمده شهر، عايز يطلع صاحب العماره. انت يا ابني لجنه جت شهرين 3. انا رئيس نادي بالانتخاب من 2005، ويطلع يعمل مداخله مع الواد الاقرع ده، الثعبان الاقرع، وبعدين هاني شكري، وبعدين الواد الثاني اللي اسمه مش عارف مين، مداخلات، وبعدين واد اسمه عمرو ادهم، والله العظيم ما اعرف شكله، يخش مع عيل ما اعرفش مش عيل كده بيلبس بامبرز في قناه النهار، قليل الادب، عايش في الدور. مين ده؟ مين ولا مشخه ده؟ يقول له ايه؟ ادي العوده، يعني انت اللي سارق العود؟ سبحان الله. في الوقت اللي احنا كلنا كنا بندور على جنيه، الظروف دي النادي ما كانش فيه جنيه. اللي بيقول لك ايه، اصل انا رجعت حمامات السباحه والبلاي ستيشن. من فضل الاخوه الاساتذه الاعضاء اللي بيتمشوا، من فضلك نقعد في مكان. بعد اذنكم نقعد في مكان لغايه ما نخلص الربع ساعه دي، عشان في كلام هيتقال المفروض الاعضاء يعرفوه. فبعد اذنك وبعد اذنك نقعد.